السلام عليكم وعيد مبارك سعيد وسبحان مبدل الأحوال. كيف تحول فجأة فوزي القجع من بطل الكواليس وبطل الفساد وأسطورة المؤامرات إلى عم المصريين والجزائريين في لحظة إدراك على أن الرجل أسطورة وعظيم. أقسم بالله العظيم وأنا أعلم جيدا أن هذا الكلام ينطبق عليه المثل العربي: مكره أخاك لا بطل. وهذه تسمى لحظة الإدراك. كيفاش بزاف ديال المصريين وبعض الجزائريين وواحد المنصات عربية اللي غتتفاعل مع فوزي لقجع والمسير المحنك. وملي كتولي شهادة العدو قبل الصديق فاعلم أنك ضربت في مقتل، ضربت فأوجعت. خليكم تسمعوا ردود الفعل. والله العظيم أنا راسي ضحكت مزيان وعجبني الحال، ماشي حيت كيشيتوا القجع ولا كيطبلوا ليه. أنا كيعجبني الحال لأن هادو وقع عليهم بحال شي مرض واحد المرض مزمن وما تقبلوش، وفي الاخر قالوا لي الاطباء عندك جوج ديال الحلول: يا اما تتعايش مع المرض ديالك يا اما تموت. فقرر ان يتعايش مع المرض. وانا غادي نسمعكم وكنتمنى انك تكمل معايا الفيديو حتى الاخر. اسمع. المغرب عندها ذكر اسمه فوزي لقجع، عمي وعم القاره كلها الحاج فوزي لقجع، بالصح بالباطل زي ما انت عايز تحسبها احسبها، جاب حق منتخب بلاده. فوزي لقجع ما بيسيبش حق المغرب للحظه. عاش فوزي الأقجع رئيس الاتحاد المغربي ان هو سحب البطوله من السنغال واداها المغرب. يا ابن اللعيبه المعلم ده منور. ايه يا عم القدره دي؟ يعني ده انت قادر قوي. ايه ده بجد؟ ده انت مفيش حاجه ما عملتهاش. اللي عنده فوزي لقجع زينا نقول له يا عمنا الراجل الاقوى في افريقيا. حبيبنا ما يطولش يقول لي رئيس الفيفا احسن ما انجبت مدينه بركان، رجل مهمات صعبه. القاره دي لازم تعمل معاها كده، لازم يكون صوتك عالي وفي بقى ايد عليا كده، وليك بقى ناس جوه في القاره تقول لك ان اللي ليه ظهر ما يتضربش على بطن. يا ريت كلنا نتعلم من المغرب ومن من المسؤولين في المغرب عن الكوره وعن الرياضه المغربيه، بيعملوا ايه عشان خاطر بلدهم وعشان خاطر انديتهم. فوز تاريخي على السنغال 3-0. الهدف الاول سجله فوزي لقجع، والهدف الثاني سجله فوزي لقجع، والهدف الثالث سجله فوزي لقجع. هذا الإنسان أعطانا درس العمل والاحترافي، العمل بصمت، مش بلا 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 بلا، العمل والتطبيق، الدق والاستسلام. شيلوا. شايفين الناس اللي بتشتغل؟ شايفين الناس اللي بتعمل مجهود؟ شايفين الناس اللي ما بتضيعش حقها؟ تخيل الرجل الحديدي فوزي لقجع اللي ما بيسيبش حقه، فعلا ما ضاع حقه ورآه مطالب. لا يضيع حقا وراءه مطالب. المغرب امنت بالفكره دي وامنت ان ليها حقوق وعايزه تاخدها. المغرب قالوا تظلم، قدروا يخبوا ايدهم في الطاوله وجابوها. الراجل عنده هدف وصل له. فرق ما بين واحد بيتعب وبيشتغل ويمين وشمال، المهم ان حقه ما يروحش. هنسمع شويه ابواق واكتر من النباح يقول لك الفلوس ومش الفلوس. يا سيدي خليها رشوه، عايز تسميها كده سميها زي ما انت عايز، بس على الاقل رجعوا حقهم. حصل ده بكل صراحه يحصل لفوزي لقجع، ان الراجل دور على منتخب بلاده وقدم كل المستندات اللي تدين منتخب السنغال، وفي الاخر وصل اللي هو عايزه وخد حقه. لكن احنا على الله حكايتنا يا باشا، اللي ليه ظهر
ما يتضربش على بطنه. عيب على اتحاد الكرة عندنا اللي ما فيش حد فيهم واقف للاتحاد الافريقي زي ما فوزي لقجع واقف للاتحاد الافريقي وواقف لبلده وقفة معلمين. خرج منهم العفريت. صراحة أنا أتمنى يكون عندنا واحد زي فوزي لقجع يجيب لنا حقنا. اللانشون بتاع الحلوان بتاعنا ماتش مصر صغيرة هيتعاد بقالنا حوالي 4 سنين يا ريس، مفيش حاجة حصلت. طب لا يا ابن اللعيبه فضيحه بقى، مش فضيحه. برنس انا فوزي لقجع قدام والله العظيم برنس. انا عجبت، انا بحب الصوت العالي والدراع. القاره دي عايزه كده. فكر ودبرها بعقلك، لكن انت هتفضل دلوقتي بتاكلك. معلش الحمد لله ربنا دايما بينصر الحق ودايما واقف مع اهل الخير واهل الحق. خليك قلبك ابيض ونضيف وباصي لنفسك وللي حواليك القلب النظيف عشان تسلك من جوه. الله يعطيك الصحة السيد فوزي لقجع. كنت وما زلت وستبقى شوكة في حلق أعداء الأم المغربي العظيم. انا كي نشوف القجع بكا راهو يا ابن عمي راهو داير حاله في الجزائر. ولك راهو داير حاله في الجزائر. راهو داير حاله في الجزائر. شو طول البلد واحد يتحكم في قارة، يتحكم في برمجة الكام كيما يحب هو. برا موسيقي لقجع عرفتوا مين؟ الجيران هاو. السيد فوزي لقجع أي حاجة أي نجاح للمغرب يقول لك لقجع دا. عن جد الله يعطيك صحيحتك. الناس اللي كانت بتعد بلورك بقالهم 50 سنة، يلا حبيبي عد بقى من الأول دلوقتي. سلام يا شوية خواجات. هنا راه كاينين اعداء المغرب، وكانوا بعض الاخوان اللي هما اصدقاء المغرب واللي دافعوا على المغرب وخداو معنا هذه المعركه. منهم واحد الاخ لبناني، ومنهم حتى واحد الاخ مصري اللي كان مع المغرب قلبا وقالبا احقاقا للحق. احنا لا نتكلم بلغه الجمع والتعميم من لغه الجهلاء، ولكن انا اللي عجبني هو وحيد القرن صاحب قناة في العارضة قال لك لقجع محامي الجزائر كاملة، قال لك محامينا. فهنا كتشوف انا بالنسبه لي دوز بزاف ديال الاصوات المصريه هنايا، وهاد الاصوات المصريه قال لك يا ريت يكون عندنا شي راجل حديدي يوقف الاتحاد الافريقي بحال فوزي لقجع. لا، ما عمركم تنجبوا بحال فوزي لقجع. هو ليس صعبا شخصية فوزي لقجع، ليس صعب صناعة شخصية بحال فوزي لقجع. وعلى فكرة حنا ما كنقولوش لشي واحد عمنا، انا عمي هو شقيق با، عمي هو شقيق با، كنقولوا السيد فوزي لقجع، كنقولوا رجل دولة فوزي لقجع. اما اللي كيقول عمي فهو يعيش مشكل واضطرابات عائليه. الاتحاد المصريين اللي كيطالبوا بشخصيه بحال فوزي لقجع كنقول لكم مستحيل. علاش؟ لانكم انتم الفساد، فلا يمكن لك ان تكون فاسدا ومصلحا في نفس الوقت. لا يمكن لك أن تكون الخصم والحكم، كما قال الشاعر: فيك كل الخصام فأنت الخصم وأنت الحكم. وهذه راه منطقيا ما راكباش. المهم غادي نقول لكم مبروك عيدكم، وراه جاي كاس العالم في شهر 6 ان شاء الله، وجايين لي كومبيتيسيون جايين. وما تنساوش راه كوب دافريك 2027 و 2028 جوج ديال لي زو كوب دافريك راه غيكونوا عندنا في المغرب. ومرحبا بكم، ولكن ماشي في بلادكم، مرحبا بكم في المغرب. ومازال غادي تشوفوا فوزي لقجع، وغتشوفوا جوج ديال النسخات غادي تحترم فيهم القانون وما غتكونش فيهم قلة الادب، وغادي تحترم فيهم الرياضه والقواعد ديالها، وغيتحترم فيها المغرب. وهذيك الساعه ديروا الحملات ديالكم، ديروا الهجوم ديالكم
لا يعنينا في شيء. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.